أهلا بيكم. أنا سمية علوبة وحابة النهاردة أكلمكم عن أهمية العلاقات الاجتماعية والزوجية والأبوية في عصرنا ده. يوم بعد يوم الضغوط النفسية بتزيد بشكل واضح جدا، وبيبان الآثار السلبية الكبيرة اللي بتبقى ناتجة عن ضعف العلاقات الاجتماعية أو عدم تواجدها أصلا. الخوف، عندنا كلنا خوف، يا ترى هتقوم حرب عالمية قريب ولا إيه؟ وعندنا قلق على مستقبل ولادنا، مستقبلنا. عندنا قلق عن الاقتصاد بتاعنا اللي متأثر، الاقتصاد العالمي هيتأثر قد ايه، والميزانية الشخصية بتاعتنا هتتأثر قد ايه. يا ترى هنكفي متطلباتنا ازاي من تعليم الأولاد، من المعيشة، من تغطية كل الأساسيات لأي عيشة كريمة. الظروف دي محتاجة مساندة، تضحية، كرم، ومش كرم مادي بس، كرم معنوي، كرم في المشاعر وإظهار المشاعر. فين أيام زمان لما كنا كل أسبوع العيلة كلها بتتجمع في بيت الأجداد وبنقابل ولاد العم ولاد الخلان والأطفال كلهم يلعبوا مع بعض والكبار يتكلموا مع بعض وناكل كلنا مع بعض في نفس الأوضة. طبعا اللي ده له كذا سبب، من ضمنهم تفكك العيلة في الأيام الحالية دي، إنه كل عيلة تقريبا، مش هقول كل عيلة، عائلات كتير بيبقى فيها الأولاد اللي راح يدرس في بلد تانية، اللي راح يشتغل ويعيش في بلد تانية، فبقت العيلة مش موجودة في نفس المكان. ده غير انه ظروف برضو معظم الستات والرجالة بقوا يشتغلوا الاتنين، فبقى وقتهم قليل انهم يقدروا يعملوا مجهود كبير ويلموا عيلة كبيرة وناس كتير في نفس الوقت. بس الظروف دي ممكن الواحد يحلها بطريقة انه افراد العيلة يصمموا على التواصل الدائم، اتفقوا انه مثلا على الاقل مرة في الشهر هيجتمعوا، ومش يبقى العبء على شخص واحد بس، كل فرد رايح ياخد معاه طبق ويجتمعوا يمضوا برضو اليوم مع بعض. حاجة تانية، مش ضروري يبقى كل مرة أكل، ممكن قوي تبقى بس بعد الأكل اجتماع. مهم المقابلة، مهم تبادل الآراء، تبادل الأخبار، الأفكار، وممكن قوي كمان الناس تتقابل تلعب ألعاب مسلية، ده بيغير من المعنويات برضو. كل مرة ممكن يبقى في بيت مختلف. أنا شخصيا ابتديت الحكاية دي من فترة، لأنه حسيت إنه العيلة ما بقتش أعرف ولاد عمامي نفسهم ولادهم شكلهم إيه، أخبارهم إيه، وحسيت إنه العيلة بعدت قوي بعد ما كنا متلمين كويس. يعني بقينا نعمل اجتماع مرة في الشهر تقريبا، وفعلا كل مرة يا إما في بيت حد يا إما نتقابل في حتة وكل واحد فينا بياخد طبق. العلاقات رجعت تاني، بقت حاجة كويسة، وعملنا جروب مع بعض على الواتساب، بنكتب لبعض أي خبر جديد، أي حاجة كويسة، أي حاجة مزعلانا، فبقى في ترابط. دي وسيلة كويسة إنه الترابط الاجتماعي والعائلي يبقى متواجد برضه. اللي واضح إنه في عصرنا ده العلاقات الاجتماعية محتاجة اهتمام وتضحية أكتر شوية ومجهود أكبر شوية. اللي بيوري أو بيحسس بالشعور بالاهتمام إنه الناس مهتمية ببعض إزاي، لأنه ده شعور مهم جدا بالنسبة لكل واحد فينا. أكيد الشخص بيتأثر لو حاسس إنه اللي حواليه مش مهتمين بيه خالص، ما يهمهمش، ما يفرقش معاهم. لكن كل واحد لما بيحس إنه له دور، له اهتمام خاص عند الناس اللي بيحبهم، بتفرق جدا في شخصيته، في بالإطمئنان، بالأداء. معروف إنه أي شخص سواء صغير أو كبير لما في تركيز عليه أداؤه بيعلى عن ما شخص بيأدي لكن محدش واخد باله أو محدش بيعلق على أدائه. الاهتمام ببعض بيترجم في إيه؟ بيترجم في إنه لما نجتمع، لو هناكل مع بعض، مش أول ما أقعد نبص تلاقي كل واحد حط تليفونه على ترابيزة السفرة، أو قاعدين مع بعض حط تليفونه جنبه أو على حجره كل شوية الواحد يبص في تليفونه. لا لا لا، المفروض التليفون ده يختفي تماما وقت المقابلة. ناس الوحاد بنستثناهم من الحركة دي هم الدكاترة الأون كول، النبطشية اللي عليهم الدور ولازم يردوا لو المستشفى كلمته، أو لو شخص سايب حد مريض في البيت أو هو المسؤول عن حد وبرضه لازم يتصلوا بيه هو وقت الحاجة. دول الناس الوحيد اللي هنستثناهم. وكمان نخرس التليفون حتى لو شايلينه في الشنطة، مش نقعد كل ثانية نسمع تن تن تن، كل ما يجي لي رسالة، كل ما يجي لي إيميل، كل ما يجي لي معرفش إيه خبر، يبقى تليفوني بتنتن. تصوروا بقى لو المجموعة 10 15 20 شخص، حتى لو 5 أشخاص وكل واحد تليفونه بتنتن كل ثانية، مزعج وبيشتت. طبعا غير مقبول إنه أكون قاعدة في مجموعة وتليفوني يضرب وأروح أرد وأقعد أرغي، ما حد
تاني مش موجود معانا في المجموعة، فيبقى إيه غرض مجيئي المجموعة دي؟ مش أنا جاي عشان أقعد مع ناس وأتكلم معاهم. لما أرد على حد تاني وابتدي محادثة مع حد تاني، أولا ذنب إيه اللي معايا يقعدوا يسمعوا من كلمتي مع شخص تاني؟ ثانيا ده بيعبر عن قلة أهمية الناس اللي معايا. لو أنا مش مستعدة أضحي بمكالمة خارجية يبقى الناس اللي معايا مش كفاية بالنسبة لي، ما يستاهلوش إن أنا أستغنى عن كل حاجة تانية خارجية. دي نقطة بتوري إزاي الناس بتهتم ببعض. النقطة التانية المهمة طبعا الاستماع. استمع للناس اللي معايا من غير ما أقطع، ولما يخلصوا أتكلم أنا، أرد، أعلق، أسأل. دي طبعا حاجة مهمة جدا. الحاجة تالتة، لو كنا هنضطر نسلم على بعض أو على يمكن في مجموعة في ناس أعرفهم كويس ناس ما أعرفهمش كويس، لو بقابل ناس لأول مرة أسلم عليهم بحرارة، أبص لهم في وشهم في عينيهم، لما يقولوا لي اسمهم أعيد اسمهم عشان أفتكره كمان. بتبقى عادة سيئة جدا لما يبقى في مجموعة وناس واقفة جنب بعض وهنسلم على واحد واحد، أسلم على واحد أبص في وش تاني وأسلم وأبص في أهلا إزيك أهلا إزيك. وكمان السلام لازم يبقى فعلا بحرارة، مش إيدي كده مرخرخة. غير كده لما أنا قاعدة مع مجموعة بستمع لهم، وطبعا بحب أتكلم، هي مشاركة، فعيب عليا إن أنا أقعد أتكلم وألزق حكاية في حكاية في حكاية في حكاية، ما اديش فرصة لحد تاني يتكلم. في ناس بتعمل كده، فدي عادة سيئة. لازم أقول شوية من اللي عندي وأسمع للناس كمان. ومهم جدا الاهتمام بالناس، المفروض يبقى دي حاجة نابعة فينا. أنا عايز أعرف فعلا أخبار الناس اللي أنا معاهم، مش بس عايز أحكي لهم عن أخباري. أوكي أخباري وأخبار ولادي، أوكي أخبار أحفادي، لكن أنا كمان عايز أسأل عليهم هم. أنتوا أخباركم إيه؟ ولادكم عاملين إيه؟ إيه مشاريعكم؟ أستمع. في نفس الوقت ما انساش أدي تهنئة، أعبر عن إعجابي بحاجة في الشخص اللي قدامي، سواء في إنجازه سواء في طريقة تعامله. يعني أكيد كل واحد فينا في حاجة حلوة التاني ممكن يمدحها. أمدح اللي قدامي وقت اللزوم وأشجعه وقت اللزوم. لما يحكي لي على حاجة عملها لو أنا شايفة أما اللي قدامي ده شاطر لازم أقول له، أعبر عن مشاعري. ده بيأثر عليه كمان هو وبيأثر عليها. لما حد بيسمع تقييم الآخرين الكويس له بيشجعه يستمر في الأداء اللي هو بيعمله. الصغير مننا والكبير مننا دايما محتاج يعرف تقييمه عند الآخرين وكم حبه عند الآخرين. فعمرنا ما نفتكر إن اللي قصادي ده عارف أنا قد إيه بحبه. لازم في أوقات مختلفة أوري له أنا بحبه إزاي، وأعبر عن مشاعري وأعبر عن إعجابي بالنقط الكويسة اللي فيه. لأنه طبعا لما بنعيش مع ناس سواء ولادنا سواء جوزنا كتير بننتقد، كتير بنقول أنت بتعمل ده بالطريقة الفلانية، أنت بتعمليه ده، أوكي ده طبيعي. لكن لو قصاد ده كمان هقول أما حلوة الطريقة اللي أنت بتعمل بيها الحاجة الفلانية دي، أما أنا مقدرة جدا التصرف بتاعك أو بتاعك في المواقف دي. ده نقطة مهمة جدا. الصغير والكبير مننا محتاج يحس بالتقدير والحب والإعجاب. الاهتمام بالناس محتاج صدق وأمانة. لما بقول هنمدح شخص لازم يبقى بصدق وأمانة. طبعا مش هاجي بس أمدح أي حاجة مش ما فيهاش مجال مدح أصلا. زي حاجة ملحوظة دلوقتي بشوفها كتير، مثلا لما بيجوا أهل يتفرجوا على أولادهم، عندنا مثلا في الجيم بنعزم الأهل يجوا يتفرجوا على أداء أولادهم. في نوع من الأهل على كل حركة يقولوا للولاد great job great job، هايل هايل. الطفل مش عبيط، عارف إنه ده مش حقيقي، ده كلام مبالغ فيه، لأنه هو عارف إمتى بيعمل كويس قوي إمتى بيعمل متوسط وإمتى. الجزء التاني برضو من حكاية تركيز على الشخص ونوري الاهتمام. كتير من الأهل يجوا يتفرجوا على أولادهم فكركم بيعملوا ايه هما بيتفرجوا، بيتكلموا في التليفون. برضه انا بشوف الطفل بيبص للاهل وقلقان، هو عايز انه الاهل يبقى مركز عليه عشان يشوف هو بيعمل ايه، لكن انه ابقى مشتته كده الاهتمام ما بيجيبش نتيجه كويسه. كل واحد فينا صغير او كبير محتاج يحس بالحب بالاحترام، مش انبهار بس، يعني بتقدير الحاجه اللي هو بيعملها. ده بيساعده على الاستمراريه في الاداء الايجابي وبيديله حماس أقوى. أي شخص عليه تركيز، حد بيبص على أدائه وبيعلق على أدائه بيتحسن بدرجة عالية جدا، غير الشخص اللي بيأدي ما حدش واخد باله، ما حدش بيعلق، حد شايفه لكن ولا بيعلق ولا كويس ولا وحش. كل حد فينا صغير أو كبير محتاج بالتشجيع، محتاج يسمع كلمة حلوة. زي ما في الأسرة أو في العلاقة الزوجية دايما بيحصل انتقاد، أكيد دي حاجة طبيعية، كل واحد بينتقد التاني. بتعمل كده بنضحك على حاجة معينة، بص انت بتعملها ازاي،
بصي انت بتعمليها ازاي. في نفس الوقت الشخص اللي انا عايشة معاه سواء ولادي، جوزي، مامتي، اصحابي، محتاجين برضو اوريهم ايه المزايا اللي انا شايفاها فيهم، لانه اكيد انا شايفة فيهم مزايا. ده مهم. اتفقنا انه اهمية العلاقات الاجتماعية والابوية والزوجية تلعب دور كبير جدا. هنتكلم عن الباقي. احنا يمكن دلوقتي اتكلمنا عامة، ونفتكر انه صغير او كبير محتاجين الشعور بالحب والاهتمام.